بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الريفرنسز تو اوبجكتس. قبل كده اتكلمنا عن في الاوبجكت اورينتد عن الكلاس وعن الاوبجكتس، وقلنا ان انا مثلا ممكن يكون عندي كلاس، والكلاس ديت اعمل منها اكتر من اوبجكت. فممكن يكون مثلا عندي 3 اوبجكتس من نفس الكلاس. قلنا ان الاوبجكتس دي بتكون ستورد في الميموري. فانا مثلا لو عندي الكلاس ديت فيها سترينج، فيها 2 variables، واحد او 2 attributes، واحد string والتاني integer، فهيكون مع اول object فيه string وفيه integer، ومع تاني attribute برضو محجوز string وinteger، ومع تالت object نفس الكلام هيكون محجوز string وintegers. وكل الاوبجكتس ديت بتكون stored فين؟ في الميموري. طيب في الحقيقه بقى أنا عشان اوصل للاوبجكتس ديت اللي هي stored في الميموري بوصل لها عن طريق حاجه اسمها reference، يعني حاجه بتشاور على مكان الاوبجكت دوت في الميموري، علشان اقدر اقرا الفاليوز الستورد في الاوبجكت ديت. مثلا عايز اقرا السترنج دي او عايز اقرا الانتجر، او علشان اكتب في الايه في الاوبجكتس دي. وكل اوبجكت ممكن يكون بيشاور عليه ريفرنس او اكتر، ممكن يكون في ريفرنس واحد بيشاور على الاوبجكت دوت، او ممكن يكون على الاوبجكت الواحد في اكتر من ريفرنس بيشاوروا عليه. فمثلا هنا ممكن يكون عندي ريفرنس اسمه A وريفرنس اسمه B بيشاوروا على الاوبجكت الاولاني، وريفرنس تاني اسمه C وريفرنس بيشاور على الاوبجكت التاني، وريفرنس اسمه D بيشاور على الاوبجكت التالت. وممكن كمان اغير الريفرنس دي، بدل الريفرنس مثلا C ده بدل ما كان بيشاور على الاوبجكت التاني، ممكن كمان شويه اخليه يشاور على الاوبجكت الاولاني، لان مثلا اكتب C equal B، فالسي دلوقتي هيشاور على الاوبجكت اللي البي بيشاور عليه، فالسي بدل ما كان بيشاور هنا هيطلع ويشاور فوق. طيب خلينا نروح لاكزامبلز في الجافا عشان الدنيا تبان اكتر. مثلا انا عندي كلاس في الجافا اسمها array list، فلو جيت كتبت array list مثلا A equal null، كده انا عملت ريفرنس لاري ليست اسمه A. الريفرنس دوت المفروض يشاور على اوبجكت من نوع array list، بس انا initially خليته ما بيشاورش على حاجه، فاصبح ان انا عندي ريفرنس. الريفرنس ده ما بيشاورش على حاجه، يعني كاني مثلا جيت رحت عامل ريفرنس اسمه A بيشاور على ولا حاجه، ما بيشاورش على اي اوبجكتس، بيشاور على null. المفروض دلوقتي لو جيت مثلا عملت printing ل A ديت، ورنيت هيطلع لي null. انا ال A ده ما بيشاورش على اي حاجه. طيب لو جيت ورحت مغير بقى شويه وقلت له ان A equal new array list، دلوقتي اصبح ال A equal new array list. مجرد ما اكتب array list بس كده، new array list كده انا عملت object في الميموري، رحت allocate new object من نوع array list وبقى stored في الميموري. وبعدين لما اكتب بقى array list A equal الكلام ده يبقى في reference كمان اسمه A بيشاور على الاوبجكت ده. طبعا احنا عارفين ان في الاساينمنت اول حاجه بيتعمل لها execution هي right hand side الجزء اليمين ده، وبعد كده بيتعمل الشمال. فانا هنا هيجي اول حاجه هيexecute الجزء اليمين، هيقوم عامل ايه؟ هيallocate object من نوع array list، وبعد كده هيقوم عامل reference اسمه A بيشاور على الاوبجكت ده. يعني هيعمل object من نوع array list، وبعد كده ده ليه عمل الاوبجكت ده؟ ليه؟ عشان النيو، عشان قلت له نيو array list. وبعد كده لما قلت له array list A هيقوم عامل reference اسمه A بيشاور على الاوبجكت دهوت. يبقى خلينا نفصل ما بين حاجتين مهمين، الجزء اليمين والجزء الشمال. اليمين نيو array list دي هتعمل ايه؟ هتكريت اوبجكت في الميموري، هتروح تكريت اوبجكت من نوع array list من الكلاس اللي اسمها array list. طيب الاوبجكت ده هل في حد بيشاور عليه؟ لحد دلوقتي لسه. اول بقى ما يشوف array list A equal كده
يبقى كده في ريفرنس اسمه ايه، ريفرنس، خلينا نركز تاني، في ريفرنس اسمه ايه بيشاور على الاوبجكت اللي انا عملت له ايه ستورنج في الميموري. يبقى نيو اري ليست هتكريت اوبجكت، لكن الاري ليست الاولانيه دي اللي الشمال دي هتعمل ايه، هتعمل ريفرنس بيشاور على الاوبجكت دهوت. وبعد كده خلينا برضو نبرنت الايه ونتفرج دلوقتي هيحصل ايه، ونرن ونشوف. اوكي رن، لما رن طلع لي اري فاضيه اهي، بقى في اوبجكت ماشي، ما بقتش بنل بقى، لا برنت لي الايه الاوبجكت دهوت. طيب تعالوا نجرب نضيف في الاري ليست دي شويه حاجات. يعني نعمل ايه مثلا دوت اد، نحط فيها مثلا 1 ونرن ونشوف. اصبحت الاري فيها 1. تعالوا نحط فيها 1 مثلا و2 و3، ولما نيجي رن هنلاقي فيها 1 و2 و3. طيب تعالوا نكبر الاكزامبل شويه، هنعمل array list b. كده عملنا ايه، كده عملنا ريفرنس اسمه b هيشاور على اوبجكت من نوع array list. عملنا ريفرنس، عملنا ايه ريفرنس ده مجرد حاجه هتشاور على اوبجكت، لكن هو في الحقيقه ما حجزش لسه لحد دلوقتي اي حاجه في الميموري، هو بس مجرد قال يا جماعه انا هيبقى عندي حاجه بتشاور على اوبجكت من نوع array list. طيب لما اقول له b equal new array list، كده انا عملت اوبجكت، النيو ديت عملت الاوبجكت، والبي ده هيصبح ايه ريفرنس بيشاور على الاوبجكت ده. بس طبعا واضح ان ده اوبجكت غير الاوبجكت اللي فوق، يعني نيو الاولانيه عملت اوبجكت، والنيو الثانيه ديت عملت ايه، عملت اوبجكت تاني. يعني كاني جيت ورحت عامل اوبجكت تاني برضو من نوع array list، وهيبقى فيه ريفرنس بيشاور عليه اسمه b. ورحت جاي بعد كده هنا اهوت قايل برضو system out print line، ورحت عامل printing للبي. انا كده هبرنت حاجتين، ببرنت الاي وبعد كده ببرنت البي، ونرن. الاي اهي ده اول اوبجكت، والبي ده تاني ايه، ده تاني اوبجكت. اوكي ورحنا برضو هنا اهوت عاملين شوية addition، بس بدل ما كنا في ال A هنعمل inserts في ال B، بس هحط A مثلا و B و C، array B ديت جواها A و B و C. وهتم run، هنا لسه عملنا B. طيب هيطلع لك ان الاري A كان فيها 1 و2 و3، والاري B فيها A و B و C. يبقى انا عندي 2 objects، ليه 2 اوبجكتس؟ لان في واحد هنا نيو اري ليست والتاني نيو اري ليست تانية، كويس. وفي 2 ريفرنس، واحد اسمه A والتاني اسمه B. A بيشاور على الاوبجكت الاولاني، و B بيشاور على الاوبجكت التاني. ولما قلت A دوت اد 1، هو شاف A دي بتشاور على انهي اوبجكت، وراح ماسك الاوبجكت دوت قايل له اد 1. ولما قلت له B دوت اد A، شاف B ديت الريفرنس B ده بيشاور على انهي اوبجكت، وراح ماسك الاوبجكت ده insert فيه الحاجات دهيت. طيب تعالوا نجرب بقى نكتب مثلا، لو قلت دلوقتي ان B equal A، كده انا عملت ايه، كده انا بقول للريفرنس B شاور على الاوبجكت اللي ريفرنس A بيشاور عليه. يعني كأن هنا اهوت لما جيت هنا قلت له B equal A، كأني بقول له يا بي بدل ما كنت بتشاور على الاوبجكت ده، لأ من فضلك شاور على الاوبجكت اللي A بيشاور عليه. فهيصبح B بيشاور على مين، على الاوبجكت الاولاني. فلو جيت هنا وقلت له print البي تاني، كده انا ببرنت الاي وبعد كده ببرنت البي، وبعد كده بعد ما بعمل الاساينمنت ببرنت البي تاني. ادي الاي ودي البي، وبعد كده لما قلت له بي ايكوال ايه اصبح البي بيشاور على الاوبجكت الاولاني ده، طبعه لي برضو لما طبعت البي. يبقى انا دلوقتي في الوضع الحالي عندي الريفرنس اللي اسمه A واسمه B بيشاوروا على مين، على الاوبجكت الاولاني ده. طب والاوبجكت التاني ده محدش بقى يشاور عليه، خلاص هيروح مني، خلاص مفيش حد بيشاور عليه، الجاربج كوليكتور هيريموفه من الميموري.
لما كمان شويه مش هيلاقي حاجه بتشاور عليه، هيقوم ايه يدسترويه من الميموري ويبقى المكان ده فاضي في الميموري. لكن اصبح دلوقتي عندي ان الاي والبي هما الاثنين بيشاوروا على مين؟ على نفس الاوبجكت. طيب لو جيت ورحت قايل له بي دوت اد مثلا، قلت له زد، بي دوت اد زد، هيعمل ايه؟ البي ده بيشاور على اوبجكت، هيروح الاوبجكت دوت والاوبجكت ده ينادي يضيف فيه زد. يعني هنا مثلا احنا قلنا الايه كان محطوط فيها، كان مكتوب فيها 1 و2 و3. لما اجي اضيف فيها زد كمان هيقوم ضايف ايه؟ زد تحت. الاري دي هيبقى متساوي فيها 1 2 3 ومين؟ وزد. طيب لو جيت عملت برنت للبي هيطبع لي ايه؟ المفروض يطبع لي 1 و2 و3 وزد، 1 و2 و3 وزد. طيب عشان اتاكد فعلا ان الاي والبي بيشاوروا على نفس الاوبجكت، عشان اتاكد فعلا ان اي وبي بيريفيروا لنفس الاوبجكت، المفروض لو دلوقتي عملت برنت للاي يطلع لي ايه؟ لو هما فعلا بيشاوروا على نفس الاوبجكت المفروض لما برنت الاي يطلع لي برضو 1 و2 و3 وزد، لان الاوبجكت دوت اللي هو ده اللي هما الاثنين بيشاوروا عليه اتحط فيه الزد، فالمفروض دلوقتي لما برنت الاي برضو يطلع لي نفس الايه؟ نفس الفاليو 1 2 3 وزد. تعالوا نجرب. فعلا طلع لي 1 2 3 زد، 1 2 3 زد. يعني البي والاي فعلا بيشاوروا، بيبصوا على نفس الايه؟ بيبصوا على نفس الاوبجكت. يبقى معنى كده ان انا لما قلت A بتساوي new array list، new array list دي عملت object في الميموري وعملت وفي ريفرنس اسمه ايه، الريفرنس ده بيشاور على ايه؟ على الاوبجكت ده. الريفرنس ده ممكن كمان شويه انقله اخليه يشاور على اي اوبجكت تاني، بس في الحقيقه الاوبجكت ما اتحجزش في الميموري غير لما كتبت ايه؟ لما كتبت new array list، ده اللي حجز فعلا الاوبجكت في الميموري. طيب وبعد كده لما قلت b equal new array list نفس الكلام، new array list دي اتعملت اوبجكت في الميموري، حجزت اوبجكت جديد غير الاوبجكت اللي فوق وخلت البي بتشاور عليها. وبعد كده لما قلت البي ايكوال ايه، قلت للريفرنس يا بي شاور على مين؟ على الايه بيشاور عليه، فاتنقل بدل ما كان بيشاور على الاوبجكت التاني ده اصبح بيشاور على مين؟ على الاوبجكت اللي ايه بيشاور عليه، فاصبحوا هما الاثنين دلوقتي بيشاوروا على نفس الايه؟ على نفس الاوبجكت. ولما قلت بي دوت اد زد، فمين اللي هتعمل اد؟ الريفرنس ما بيعملش اد، الريفرنس مجرد بيشاور على الاوبجكت، الاوبجكت ده هو اللي عمل ايه؟ عمل اد للزد، فاصبح الاي والبي هما الاثنين شايفين برضو الايه؟ نفس الاوبجكت اللي هو فيه 1 و2 و3 وزد. طيب لو جيت دلوقتي ورحت قايل له a equal null، ده معناه ايه؟ هل معناه ان الاوبجكت ده هيبقى بنل؟ على الكلام اللي احنا قلناه من شويه ان ايه ده مجرد ريفرنس، فالايه المفروض بدل ما كان بيبص على الاوبجكت يبقى دلوقتي هيبص على مين؟ على null. يبقى في الحقيقه ان ايه ده خلاص مش هيبقى موجود، بدل ما كان بيبص على الاوبجكت دوت اللي هيحصل ان هو ايه ده هيبص على null. ماشي، لكن ستيل الاوبجكت ده موجود زي ما هو والبي ستيل بيبص عليه. طيب والدليل ان انا لو جيت دلوقتي عملت printing للبي المفروض على الوضع الحالي كده اهوت ان البي ستيل بيبص على الاوبجكت، فبالتالي المفروض يطلع لي 1 2 و3 وزد. فعلا طلع لي 1 و2 و3 وزد. لكن لو عملت برنت للايه المفروض يطلع لي بايه؟ بنل. فعلا طلع لي بايه؟ بنل. يبقى انا لما قلت ايه ايكوال نل انا ما جيتش جنب الاوبجكت كده في حاجه، انا مجرد بقول يا ريفرنس دوت، لما اقول اي ريفرنس ايكوال كذا يبقى بقول للريفرنس ده شاور على ايه. بقول ايه ايكوال نل يبقى بقول للريفرنس ايه ده شاور على نل. اصبح الايه دلوقتي بيشاور على نل، لكن البي بيشاور على نفس الاوبجكت الاولاني دوت عادي جدا. طب لو جيت وقلت له a equal new array list، كأني قلت له اعمل اوبجكت جديد من كلاس اللي اسمها array list وخلي الايه بتشاور
عليه. يعني كأني رحت جاي هنا اهوت وعامل اوبجكت كمان جديد array list غير الاتنين دول، بقى اوبجكت تالت نيو تالتة، ورحت ماسك الايه بدل ما كان بيشاور على النال، لا يا ايه تعالى شاور على الاوبجكت دهوت، وتعالى نبرنت الايه فيطلع لنا array list فاضية، هيقوم مطلع لي ايه array list فاضية. طيب تعالوا ناخد example تاني. لو افترضنا ان انا عندي two classes، واحدة اسمها car ديت كلاس مفيهاش اتريبيوت غير اتريبيوت واحد بس اسمه ايه string. الموديل بتاع الكار دي، يعني الموديل بتاع الكار ديت هيبقى مثلا ايه 28 بي ام مرسيدس اي حاجة. طيب وتايب تاني اسمه درايفر برضو دي كلاس اسمها درايفر مفيهاش غير اتريبيوت واحد برضو اسم السواق. يعني هيبقى عندي سواق وهيبقى عندي عربية وعايز اعرف اسم السواق هيبقى ايه وموديل العربية هتبقى ايه. فانا لو جيت ورحت عملت مثلا car C1 equal null، كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت reference اسمه C1 هيشاور على object من نوع car، بس في الحقيقة دلوقتي هو ما بيشاورش على اي حاجة، بيشاور على null. طيب وبدل ما اعمل null رحت قايل new car، كده انا عملت object كريت اوبجكت جديد من نوع كار وخليت الريفرنس اللي اسمه C1 يشاور عليه. يعني تعالى نتخيل ان انا هنا هو مثلا عندي اوبجكت من كار، عملت allocation للاوبجكت دوت ورحت عامل ريفرنس بيشاور على الاوبجكت ده والريفرنس دوت اسمه C1. طيب وبعد كده رحت قايل C1 دوت موديل ايكوال مثلا اي حاجة فيت 128 مثلا. يبقى انا هنا اهوت قلت ايه؟ قلت الريفرنس C1 خلي الاوبجكت بتاعك الموديل الاتريبيوت اللي اسمه موديل بتاعه بيساوي فيت 128. يعني كأني جيت ورحت مسجل هنا في الميموري فيت 128. تمام اوكي. طيب تعالوا كده نجرب نبرنت C1 ورن، هنلاقيه طبع لي كار ات مش عارف كام. طب ده كأنه هو الادرس بتاع الاوبجكت بتاعي في الميموري، يعني بيقول لك ان C1 ده ريفرنس بيشاور على اوبجكت موجود في المكان دهوت في الميموري. طيب لو قلت له print C1 دوت موديل هيشوف C1 ده اوبجكت ده ريفرنس بيشاور على اوبجكت، الاوبجكت دوت يجيب الموديل بتاعه ويطبع لي الايه الفاليو اللي فيها. هتلاقي كتب لك فيت 128. طيب تعالوا نعمل اوبجكت تاني نفس الكلام. تعالى نعمل تاني car C2 equal new car، يبقى كده انا عملت ريفرنس اسمه C2 بيشاور على اوبجكت جديد من نوع car اسمه الاوبجكت دوت عملته بنيو كار. يعني كأني جيت ورحت عامل هنا اهوت اوبجكت جديد من نوع car ورحت عامل ريفرنس بيشاور عليه اسمه C2. طيب بعد كده برضو همسك C2 هقول له الموديل بتاعك مثلا وليكن BMW، ورحت برضو طابع الحاجات بتاعت C2 ورن. C1 طبع لي المكان بتاعه في الميموري وطبع لي الموديل بتاعه، وال C2 طبع لي برضو الريفرنس بيشاور على مكان تاني مختلف عن المكان الاولاني وطبع لي BMW. طب احنا لو لاحظنا دلوقتي هتلاقي مثلا كار ات مش عارف اخرها مثلا 86،
دي اللي هي ايه C1. لو رننا تاني هتلاقي بص المكان بيختلف، مثلا هنا 1EED786 هتلاقي المكان هنا لا اختلفش يعني قدرا، هتلاقي المكان ساعات بيختلف. ليه؟ انت متضمنش يعني كل مره الله اعلم هيحجز فين، بيدور على المكان الفاضي ويحجز فيه. فانا لما برن تاني بيحجز اوبجكت جديد في مكان تاني خالص. كل رنايه طبعا كانك قومت البرنامج من اول ايه، من اول وجديد. طيب كده احنا عملنا 2 اوبجكتس وفي 2 ريفرنسز بيشاوروا على الاوبجكتس دولت. 2 اوبجكتس من نوع ايه؟ من نوع كار. الاوبجكت ده من نوع كار وده من نوع كار. طيب تعالوا بقى نعمل 2 اوبجكتس مثلا من نوع درايفر. فممكن اجي اقول له درايفر دي مثلا 1 بيساوي نيو درايفر. كده انا عملت ايه؟ عملت اوبجكت من نوع درايفر وعملت ريفرنس بيشاور عليه اسمه دي 1. يعني كأني جيت ورحت عامل هنا اهوت اوبجكت من نوع درايفر وخليت ريفرنس يشاور عليه اسمه دي 1. ورحت ماسك دي 1 ده قلت له دوت نيم ايكوال مثلا محمود. فجيت هنا اهوت عند الدرايفر ده ورحت سيتت هنا محمود. طيب ورحت برضو نفترض ان انا هعمل برنت لدي 1 طبعت دي 1 دوت نيم. فانا دلوقتي هنا لما اقول له برنت دي 1 هيطبع لي الاوبجكت الريفرنس دي 1 ده بيشاور على انهي اوبجكت، وبعد كده لما اقول له برنت دي 1 دوت نيم هيجيب لي الفاليو اللي متسيفه جوه الاوبجكت ده. ايه طبعا لكن اهوت ريفرنس انا بشاور على درايفر اوبجكت درايفر ما سيفد في المكان دوت في الميموري، والفاليو بتاعت النيم بتاعته هي محمود. طيب نفترض خلينا كمان نعمل درايفر تاني الدرايفر التاني ده مثلا اسمه حسن، وبطبع الدرايفر التاني. جميل. كأني جيت ورحت عامل اوبجكت تاني من نوع درايفر، ماشي درايفر برضو واسمه سيفد فيه حسن وفي ريفرنس يشاور عليه اسمه دي 2. طيب تعالوا نفترض بقى ان انا رحت في الكلاس اللي اسمها درايفر وعايز اقول السواق ده هيسوق انهي عربيه، فعايز احط ريفرنس للاوبجكت كار العربيه اللي هو هيسوقها. طبعا الدرايفر ده ممكن كل يوم يسوق عربيه شكل، ممكن النهارده مثلا اسوق ال 28 وبكره اسوق البي ام وارجع بعده اسوق ال 28 تاني وهكذا. فهنا هحط ايه؟ هحط ريفرنس. لما اكتب public car مثلا my car يبقى ده كده انا عملت ايه؟ حقيقه هنا انا ما عملتش اوبجكت من نوع كار، عملت ريفرنس. ليه قلت ريفرنس؟ لان انا عملت كار ماي كار لكن ما قلتش نيو. لو كنت قلت ايكوال نيو كار كده والله انا عملت اوبجكت جديد من كار وخليت ماي كار تشاور عليه، لكن انا مش هعمل كده. انا هعمل public car بس كده. ده كده كانه ريفرنس هيشاور على عربيه. هي لو كنت كتبت ايكوال نل الريفرنس ده في البدايه ما بيشاورش على حاجه خالص. كمان شويه هخليه يبقى يشاور على ايه؟ على اوبجكتس معينه. فلو رجعت للمين ورحت جاي مثلا ماسك دي 1 الدرايفر الاولاني قلت له دوت ماي كار ايكوال سي 1 يبقى الدرايفر الاولاني عنده ريفرنس اسمه ايه؟ ماي كار. هيشاور على انهي اوبجكت؟ على الاوبجكت اللي اسمه سي 1. تاني دي دوت ماي كار ده كده ايه؟ ده ريفرنس. انا جوه الدرايفر عملت ريفرنس اسمه ماي كار. هل بيشاور على حاجه؟ لا في الاول خالص ما بيشاورش على حاجه خالص. طيب
D1 دوت ماي كار الريفرنس بتاعي هيشاور على انهي اوبجكت؟ على C1. ما عملتش اوبجكت جديد كده من كار، انا خليت بس الريفرنس بتاع ال D1 ال D1 دوت ماي كار الريفرنس السواق الاولاني بيسوق انهي عربيه بيشاور على العربيه الاولى. يعني كأن هوت مثلا كان في ريفرنس مع الدرايفر الاولاني اسمه ماي كار، وفي ريفرنس مع الدرايفر التاني اسمه ماي كار. طيب الريفرنس ده المفروض هيشاور على اوبجكت، ده بيشاور على مين؟ انا خليته يشاور على اللي السي 1 بيشاور عليه، هيشاور على مين؟ على الاوبجكت ده. طب والريفرنس بتاع الدرايفر التاني ما خليتوش بيشاور على حد، يبقى هو لسه بيشاور على مين؟ على نال. اوكي، مجرد ما انا جيت في الكلاس وعرفت هنا كده ريفرنس اسمه ماي كار، خلاص يبقى اتحط عندي هنا عند الدرايفر الاولاني ريفرنس اسمه ماي كار، وعند التاني ريفرنس اسمه ماي كار. باي ديفولت هو بيشاور على مين؟ على نال. كويس، فهم الاتنين في الاول بيشاوروا على نال. رحت انا جاي ماسك D1 دوت ماي كار اللي هو ده، D1 دوت ماي كار اللي هو الريفرنس ده، خليته يشاور على الاوبجكت اللي C1 بيشاور عليه. شفت C1 بيشاور على مين؟ بيشاور على الاوبجكت ده، يبقى ده كمان بيشاور على نفس الايه؟ على نفس الاوبجكت. طب لو جيت قلت system دوت out print line، رحت قايل له مثلا قول لي D1 دوت ماي كار دوت موديل، برنت لي D1 دوت ماي كار دوت موديل. D1 اهو دوت ماي كار اهو دوت موديل، هتجيب لي الفاليو اللي جوه هنا اللي هي كام؟ 128. تعالوا نرن ونشوف، جاب لك فعلا كام؟ 128. طيب لو قلت له print بلاش دوت موديل، D1 دوت ماي كار على طول، المفروض ان هو يبرنت لي الاوبجكت اللي الريفرنس ماي كار ده بيشاور عليه. D1 دوت ماي كار ده بيعمل ايه؟ D1 دوت ماي كار بيشاور على الاوبجكت اللي هو ده، المفروض يبرنت لي ايه؟ المكان بتاع الريفرنس الاوبجكت ده. طب تعال نجرب كده، طبع لي كار ات 30C221. المفروض ان ده يكون هو الادرس بتاع مين؟ بتاع C1، واحنا فوق هنا اهو كنا طابعين الادرس بتاع C1. تعال نطلع كده نشوفه اهو، هتلاقيه فعلا اول حاجه طبعناها خالص 30C221، ولو نزلنا هنا تحت خالص هتلاقيها 30C221. فهما الاثنين دلوقتي اصبحوا بيشاوروا على نفس الاوبجكت C1 والريفرنس الثاني اللي اسمه ايه؟ ماي كار. انا عندي دلوقتي اثنين ريفرنس، واحد اسمه ماي كار جوه الاوبجكت اللي اسمه D1 اللي هو ده ريفرنس، وفي C1. الاثنين اصبحوا بيشاوروا على نفس الايه؟ على نفس الاوبجكت. طيب لو جيت قلت له C1 equal null، المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض الريفرنس اللي اسمه C1 ده بدل ما كان بيشاور على الاوبجكت ده هيشاور على null. يعني المفروض C1 ده خلاص مبقاش موجود، وهيبقى C1 بيشاور على null. لكن هل الريفرنس بتاع ماي كار ده يفرق؟ لا، زي ما هو لسه بيشاور على نفس الايه؟ على نفس الاوبجكت، ملوش دعوه. C1 بس هو اللي اصبح بيشاور على النل. طيب تعالوا نبرنت تعالى مثلا نبرنت C1، اول حاجه هنلاقيها بتطلع نل. طب لو برنتينا تاني D1 دوت ماي كار، المفروض D1 دوت ماي كار اللي هو يجيب لي بقى، المفروض يجيب لي ايه؟ نفس الاوبجكت عادي، فعلا جابه لي نفس الايه؟ C1 جابت لي نل، والتاني جاب لي نفس الاوبجكت اللي هو كان بيشاور عليه من شويه. طيب تعالوا نلعب بقى اكتر، نقول مثلا ان G2 دوت ماي كار equal C2. بقول الريفرنس اللي اسمه ماي كار في D2 شاور على نفس الاوبجكت اللي C2 بيشاور عليه. طب C2 عندي بيشاور على مين؟ على الاوبجكت التاني اللي هو كان مين؟ كان BM، صح؟
فلما اقول لي دي 2 دوت ماي كار اللي هو ده، هو دلوقتي بيشاور على نل، هخليه يشاور على اللي سي 2 بيشاور عليه. هو مش هيشاور على السي 2، هو هيشاور على السي 2 بيشاور عليه. فهنقوم مفروض بدل ما كان بيشاور على نل هيجي يشاور على الاوبجكت اللي السي 2 بيشاور عليه. تعالوا نبرنت ونشوف دي 2 دوت ماي كار، وتعالى برضو كمان نطبع السي 2. هتلاقي السي 2 بتشاور على الاوبجكت ده، ودي 2 ماي كار بتشاور على نفس الايه، بتشاور على نفس الاوبجكت. اصبحوا هما الاتنين بيشاوروا على نفس الاوبجكت. طيب لو جيت قلت C2 equal C1، يبقى C2 هتشاور على C1 بتشاور عليه. طب C1 بتشاور على مين؟ على null، يبقى C2 كمان هتشاور على مين؟ على null. يبقى C2 ده هيتمسح من هنا، وهيشاور على C2، هيصبح هو كمان بيشاور على null زي C1. طب لو جيت قلت C2 equal D1 دوت ماي كار، طيب D1 دوت ماي كار ده ريفرنس بيشاور على الاوبجكت ده، وبقول له C2 شاور على نفس الاوبجكت. يبقى كأني قلت C2 تعالى ويشاور على الاوبجكت ده اهو. طب لو جيت قلت D2 D1 دوت ماي كار equal D2 دوت ماي كار، يعني بقول ان الريفرنس بتاع الدرايفر الاولاني يشاور على الريفرنس بتاع الدرايفر التاني. يعني D1 دوت ماي كار اللي هو الاولاني ده، بدل ما كان بيشاور على الاوبجكت ده هينزل يشاور على D2 دوت ماي كار، D2 دوت ماي كار اللي هو ده. فهيصبح ان بدل ما كان بيشاور هنا هنشيله، ونخليه بيشاور على الاوبجكت اللي تحت ده اللي D2 بيشاور عليه. اصبحوا هما الاتنين بيشاوروا على ايه؟ على الاوبجكت التاني. طيب يبقى احنا دلوقتي لو تعالى بقى نبرنت كل الريفرنس كده، لو برنت سيت C1 يطلع لي ايه؟ null على الكلام الوضع الحالي. تعالوا نجرب ونشوف. طلع لي فعلا null. طب لو برنتت C2 المفروض يطلع لي الاوبجكت الاولاني. بقى يطلع لي ايه؟ الاوبجكت الاولاني. تمام. طب لو تبعت D1 دوت ماي درايفر و D2 دوت ماي درايفر، المفروض هما الاتنين يطلعوا نفس الايه؟ المفروض هما الاتنين يطلعوا نفس الاوبجكت. D1 دوت ماي ماي كار سوري، وهناخد ماي كار برضو بس مع D2. المفروض ان الاتنين دول يطلعوا نفس الايه؟ نفس الاوبجكت ده. فعلا ده اللي حصل. C1 طلعت null، C2 طلعت اوبجكت الاولاني، والدرايفرين الماي كار بتاعتهم طلعت نفس الايه؟ نفس الاوبجكت. طب لو جيت رحت قايل D1 دوت ماي كار equal null، اخر حاجه بقى ماي كار دي بدل ما كانت بتشاور هنا، لا هتصبح بتشاور على ايه؟ بتشاور على null. المفروض ده يشاور على null، وده مبقاش موجود. لكن هل D2 دوت ماي كار يفرق؟ لا ما يفرقش، هيشاور نفسه زي ما هو على ايه؟ على الاوبجكت بتاعه. طيب النهارده اتكلمنا
عن الاوبجكتس تاني، وقلنا ان الاوبجكت انت لما بتعمل مثلا اوبجكت من كلاس فانت بتعمل ممكن تعمل اكتر من اوبجكت. كل ما بتعمل اوبجكت عن طريق بتقول نيو اسم الكلاس، فانت كده بتكريت اوبجكت جديد في الميموري، بتحط اوبجكت جديد في الميموري. كل ما تعمل نيو انت بتعمل اوبجكت جديد. كل اوبجكت فيهم ممكن اكتر من ريفرنس يشاوروا عليهم. الريفرنس دوت تعرفوا ازاي؟ لو انت مثلا بتكتب اسم الكلاس مثلا في حالتنا array list A بس كده كار C1 من غير ما تعمل نيو، كده انت مجرد بتعمل ايه؟ بتعمل ريفرنس. الريفرنس ده هيشاور على ايه؟ هيشاور على اوبجكتس من نوع الكلاس دهيت. ممكن تعمل اكتر من ريفرنس يشاوروا على نفس الاوبجكت. ممكن تنقل الريفرنس بدل ما كان بيشاور على الاوبجكت ده تخليه يروح يبص يشاور على اوبجكت تاني. الريفرنس ده وظيفته ان انت تقرا الفاليوز اللي في الاوبجكت دوت او تغير فيها. ممكن تعمل جوه مثلا لو عندك كلاس ممكن تعمل من جواها ريفرنس لاوبجكتس تانية. ممكن تعمل حتى ريفرنس لنفسك، يعني مثلا لو انا جيت هنا كتبت public driver مثلا my friend، يبقى كده انا عملت ريفرنس اسمه my friend هيشاور على اوبجكت من نوع driver. جميل. انت كده هتعمل اوبجكت بيشاور على درايفر تاني مثلا. فانت ممكن جوه الكلاس بتاعتك تعمل ريفرنسز لاي اوبجكتس تانية. وممكن برضو تعمل فاريبل مثلا تقول له نيو درايفر، يبقى انت كده ريفرنس لاوبجكت وانت دلوقتي فعلا كريت الاوبجكت دوت، مش بين يعني باي ديفولت.